هتعمل ايه لو اتشكيت؟ لو انت في البيت وبتدي مريض عندك حقنه، لو انت في مستشفى ودخل في ايدك سن سرنجه، سن كانيولا، اي سن ودخل قبليه في مريض، ولا قدر الله ده كان المريض ده عنده فيروس سي، او لا قدر الله عنده ايدز او عنده فيروس بي، هتعمل ايه وهتتصرف ازاي؟ اول حاجه، المكان اللي اتشكيت فيه تحطه تحت الميه الجاريه، تفضل تفتح عليه الحنفيه وتخلي الميه تفضل نازله عليه، بعد كده تغسله بميه وصابون، بعد كده بتبلغ قسم مكافحه العدوى لو انت شغال في المستشفى، وقسم مكافحه العدوى هيبدا يتكلم القسم بتاع الفيروسات عشان تروح تاخد اللقاح بتاعك وتاخد التطعيم، ولو لا قدر الله العيان ده فيه اي حاجه سي او ايدز او اي حاجه بنبدا نشوف الموضوع، ولو العيان سليم مفيهوش اي حاجه يبقى الحمد لله. طب كمان مش عايزاك تقلق لو في دم جه على ايدك وانت ايدك سليمه، لو ايدك دي مفيهاش اي خدوش او جروح او جروح نازفه او اي حاجه، يعني دمك ما اختلطش بدم العيان ده، يبقى انت كده الحمد لله ما جرالكش اي حاجه. لو استفدت من الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، ولو عايز تفهم اي حاجه تانية اسالني تحت في الكومنت وهرد عليك.